من الغلطات اللي ممكن حد يعملها كبيرسونال براند، انت قلت دلوقتي الفيك براند، هل في حاجات مشهوره تانية او حاجات كومون يعني الناس كلها بتعملها؟ هي الغلطات مين اللي بتبقى الفيك براند ده، او ان انا اكون مهتم بالارقام. التسويق الشخصي ملوش دعوه بالارقام مش بيتقاس بكام لايك وكام فولو زي ابدا الشركات او زي التسويق الباقي. خالص. الموضوع في الاول وفي الاخر بيبقى مرتبط تارجت يور تارجت، استهدف هدفك، انت عايز تروح فين، عايز فئه معينه هي اللي تعرفها. انا دلوقتي اهو بكلمك على البيرسونال براند، قناتي بقى عليها 2 مليون سبسكرايبر؟ لا خالص، 4000. بس ال 4000 دول بالنسبه لي انا قبل ما اروح الشركه اللي شغال فيها، مديري ومديره كانوا متفرجين على اليوتيوب شانل بتاعتي وهم عارفين عني من قبل ما اروح. انا رحت الانترفيو تحصيل حاصل، خدت الاوفر اللي انا عايزه لمجرد الناس دي عارفه عني. فالفكره كلها ان انا عايز اتعرف عند مين، مش ان انا عايز الناس تبقى عارفاني في فرنسا. انت مالك ومال فرنسا؟ انت هتشتغل في فرنسا. دايما انا بفكر مين العميل بتاعي وهو سمع عني ولا لا. اي حد تاني سمع عني ولا لا ما مش مهم بالنسبه لي. فدي نقطه اساسيه جدا. الموضوع مش بالارقام، مش بعدد الفولورز، مش بعدد اللايكس والشيرز. بالذات في اول مرحله انا بقول للناس ما تبصش على الارقام، الغي الارقام دي، عدد السبسكرايبرز او الفولورز عندك. انت بتكتب عشان تعمل سيستم. يعني دايما الكونتنت كريتورز الكبار بقى انت بيعمل سيستم لانشاء المحتوى، بيكتب الفكره على جوجل كيب. اول ما تجيله اي افكار يروح يبدا يحطها على جوجل دوك، يكتب فيها تفاصيل اكتر. بعد كده يبدا يشوف كل تفصيله منها ممكن اعملها بنوع محتوى ازاي، اعملها بجي اي اف ولا بصوره ولا فيديو ولا ريل ولا وهكذا. هو بنتدرب على السيستم ده عشان الموضوع يبقى روتين في حياتي. بعد كده هيجيب لك الارقام. مفيش حد بدا كبير. يعني دايما نقول ان اي حد محترف في مجال هو كان مبتدئ الاول، اللي هي المهنه اللي ما كنتش فيها صبي مش هتبقى فيها معلم. فانت لازم تبقى في الاول حاجه بسيطه، واحده واحده الموضوع بيفتح يعني.